اولادك وجدهم اللي مش سامعهم. تخيل كده معايا طفلك بيجري على جده بكل براءه، يقول له جده بص انا عملت ايه، وجده مش عايز يضايقه وبيبتسم له ابتسامه باهته عشان هو ما سمعش. الاحفاد محتاجين يسمعوا كلمه تشجيع من جدهم او جدتهم، محتاجين يسمعوا ضحكتهم، دعواتهم، حكايات زمان. لكن لما ضعف السمع بيدخل في الصوره بيحصل فجوه. تلاقي ابنك بيسالك هو جده مش بيحبني، وهو مش عارف ان السبب مش الحب، السبب ان جده مش سامع. والحل قولوا له ان جده محتاجه يتكلم معاه ببطء وبصوت اوضح. خلي الاطفال يشاركوه ويلعبوا لعبه مثلا مين يتكلم اوضح، دي هتبقى وسيله ممتعه جدا للتواصل معاه. التشجيع مش لازم يكون بالكلام بس، خلي المريض يرد بابتسامه او حضن او حتى اشاره بالايد. المهم ان الطفل يحس بالحب، والاهم انكم تساعدوا المريض فعليا. السماعه الطبيه هنا مش بس هتساعده، دي هتساعد العيله كلها وهتحافظ على الرابط بينهم. في الصفة للسماعات الطبية بخبرة أكتر من 25 سنة احنا شايفين إن ضحكة الحفيد مش لازم أبدا تتفوت، كل كلمة ليها قيمة. رجعوا التواصل بينهم تاني وما تسيبوش الذكريات تضيع في الصمت. واستنونا في الحلقة الجاية، هنتكلم إن إزاي ضعف السمع بيسبب التنمر على الأطفال.